في المسلم الذي يمضي أوقاته في المباح، فكيف بمن يمضي أوقاته في المحرمات؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو أراد المسلم أن يطبق العمل الذي شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين للمقربين، جدول يمشون عليه منذ استيقاظهم من النوم إلى أن يأتي النوم الثاني، جدول يمشون عليه، وهو في مقدور كل أحد، ما فيه يعني صعوبة، لكن يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى توفيق، أمر في غاية اليسر والسهولة. لكن من يوفق لمثل هذا العمل؟ وابن القيم رحمه الله يشرح هذا العمل، والمظنون به أنه يطبق، ومع ذلك يقول والله ما شممنا لهم رائحة. هذا من تواضعه رحمه الله، ولا يريد أن يبدي من عمل شيء، وله معروف بالعمل المتعدي واللازم. شباب الأمة تجدهم أكثر أوقاتا في السيارات وفي الاستراحات والقيل والقال، ما تجد هناك إنتاج وعمل ينفع الشخص وينفع أمته إلا القليل النادر، يعني الخير موجود في أمة محمد، لكن أكثر الأمة على هذا مع الأسف الشديد، فضلا عن عوام الناس، فضلا عن الفساق الذين يقضون أوقاتهم فيما يضرهم ويضر غيرهم، والله المستعان. يعني البركة في العمر نزعها من تقارب الزمان، ووجودها من زيادة العمر، يعني كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ينسأ له في أجله، تجد زيد من الناس واصل بار واصل ويموت عن 30-35 بحادث، قد يقول قائل أنا مصداق الحديث، ما بسط، ما نسئ له في أجله، عجل عليه، هو بار، نقول نعم، عامل في هذه 30 سنة ما يعمله غيره في 60-70 سنة، وفق لأعمال تضاعف له الحسنات بحيث يساوي من عمر 100 سنة. على الخلاف بين أهل العلم، هل هذه الزيادة حقيقية يعني زاد في سنيه، أو هي معنوية بأن يبارك له فيما يعيشه من عمر فينتج من الأعمال الصالحة ويدخر من الحسنات ما يجنيه بعض الناس في أضعاف ما عاشه. النووي رحمه الله مات عن 45 عاما، 45 سنة عمره، يعني في مساجد الدنيا كلها. يقال قال رحمه الله: ألف كتب البركة ظاهرة من عمره، البركة ظاهرة، ألف رياض الصالحين، ألف الأذكار، كل مسلم بحاجة إلى هذين الكتابين، ألف شرح مسلم، ألف شرح المهذب الذي لا نظير له في كتب الفقه، لا سيما القسم الذي تولى شرحه والكتاب ما هو كامل، يعني لو كامل كان عجوبة. قد يقول قائل: هذه أمور ليست بأيدينا، البركة من الله عز وجل، لكن يا أخي ابذل السبب وتجد البركة، اجلس واقرأ وشوف. تصورون أنه يعيش بيننا الآن من يقرأ في اليوم 15 ساعة؟ تصورون أنه يوجد من يختم كل 3 ويداوم الدوام الرسمي ويصل رحمه ويزور المقابر ويزور المرضى ويزاول الأعمال طبيعي جدا، ويختم كل 3. والإنسان إذا قيل له: يا أخي ما تقرأ قرآن، ما تفعل كذا، يقول: الله مشغولين.
من يبي يشتغل معه، من يبي يقرأ، من يبي يرتاح. مشاغل الآن الحياة مطال. يا أخي مشاغل الحياة، إيش مشاغل الحياة؟ أن حياة تسوى؟ الحياة ممر وليست مقر. الحياة مزرعة، ازرع يا أخي. والله المستعان. يتقارب الزمان وينقص العمل. ينقص العمل. نعم، نسمع في سير الصالحين من الأعمال ما هو عند كثير من الناس أساطير، بل صرح بعضهم من هذه خرافات، لأنه ما جرب المسكين. لكن لو جرب وجاهد ثم تلذذ فيما بعد وجد أن الأمر حقيقي. نقرأ في سيرة ابن المبارك الذي ضرب من كل سهم من سهام الإسلام بنصيب وافر، ثم يقال هذا العمل لا يطاق. ورأينا من شيوخنا من قرب من عمل ابن المبارك، صارت حياته كلها لله. فالخير في أمة محمد، لكن على الإنسان أن يبذل السبب ويصدق مع الله عز وجل، ويعينه الله سبحانه وتعالى على أن تكون حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. تنقلب عادات وعبادات إذا صدق مع الله عز وجل وبذل السبب. وليس معنى هذا أن الإنسان ينسى نصيبه من الدنيا، لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا يكون عالة يتكفف الناس، لا. الإسلام دين التوازن، أن أوجدك في هذه الدنيا لتزرع للآخرة. فما يعين على هذه الزراعة من الزراعة كسب المال من وجهه وإنفاقه في وجهه من خير ما يبذل الإنسان فيه جهده. لكن واقع كثير من الناس العكس، يوصى أن لا ينسى نصيبه من الآخرة. كثير من الناس على هذه الحال، يعني تجده ما صرف من وقته إلا وقت الفريضة ويأتيه على وجه الله أعلم أين قلبه، بينما الأصل الآخرة. ولا يقول قائل إن ديننا دين عبادة لا دون عمل، لا، عبادة وعمل، دين ودنيا. والدنيا تكون من أمور الآخرة إذا استغلت فيما يرضي الله عز وجل.